بمخيمات تندوف الصحراويون يريدون العودة إلى المغرب والجزائر تمنعهم. مشاهدي الكرام، تحية طيبة. عشرات من الصحراويين داخل مخيمات تندوف يطالبون بالعودة إلى أرض وطن المملكة المغربية، ويرفعون شعارات المملكة المغربية، ومخيمات تندوف تعيش من جديد على صفيح ساخن. وقيادة الرابوني تقوم بعمليات توقيف في حق الصحراويين، خاصة الرافضين لتوجيهات وموقف قيادة البوليساريو بخصوص الصحراء، والداعمين للمقترح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي. فبعد فشل البوليساريو في تحقيق أي انتصارات على أرضية الميدان في الصحراء المغربية، وبعد أن تم كشف أكاذيبهم وانتصاراتهم الوهمية من قبل محتجز المخيمات بتندوف، قيادة الجبهة تقوم بأعمال إنسانية في حق عدد من الصحراويين المعارضين لمواقفها. وما يقع في مخيمات تندوف من تعسف واستبداد لا يجب السكوت عنه، والحال كما هو عليه يتكرر نفس السيناريو من التوقيفات والاعتقالات وتصفية الحسابات وإسكات الأصوات المعارضة، كل مرة دون أي تدخل أمني عاجل. وغرد نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي متسائلين: أين هي الجمعيات الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين فيما تفعله الأيادي الإجرامية لقيادة البوليساريو ومعه نظام العسكر الجزائري؟ فالأكيد أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة في كل ما يقع في المخيمات وكل ما يقع على أراضيها، بما في ذلك عملية التصفية والاعتقالات التي تطال كل ما يناضل ويطالب بحقوقه المشروعة المتمثلة في العودة إلى الوطن الأم المملكة المغربية. مشاهدي الكرام، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.